آه، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الأخوة والأخوات. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير الجزء الثاني. إذا دخلنا من باب العمود، غادي نستمروا، غادي ندوزو على الأسواق اللي كتحتوي عليهم هذه البلدة القديمة في القدس الشريف. غادي نمشيو بطبيعة الحال، غادي ندوزو على الأسواق، وغادي تلاحظوا تقريبا بحال نفس الأسواق اللي كنشوفوها في المغرب، في مدينة فاس أو فاس، في المدن التاريخية. كتلقاو داك سوق العطارين، سوق النجارين، سوق هما اللحامين إلى غير ذلك. إذا نخليكم مع هذا الفيديو، وغادي ننهيو إن شاء الله هاد الجولة في زيارة مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. غادي نشوفوا واحد الوثيقة أولا واحد العهدة كتسمى بالعهدة العمرية. هذه السلام عليكم. بعد العام غادي نتصنتو الشروحات ديال المرشد الفلسطيني السيد عز الدين، غادي يشرح لنا كل شيء عن الجولة هذه. إذا فرجة دائما عودة ممتعة. سوق العطارين منتظر الجميع. سوق العطارين موجود عندنا في فاس، مدينة فاس، سوق العطارين. طيب يا اخوان، زي ما كلكم شفتوا، كنا بسوق باب خان الزيت، بعدين شفنا سوق العطارين. في عنا موازي له بالجهة اليمين سوق اللحامين، بعديها غاد في عنا سوق الدباغة، في عنا لغاية سوق الحصر، في عنا سوق الفضة أو سوق الصاغة، وفي عنا كمان بجانب الحرم الشريف سوق القطانين اللي هو صناع القطن. المدن القديمة تتشابه. التقينا من جديد. فالمدينة كانت طبعا للأسف هذا بطل قائم الوضع هذا، فكان سوق العطارين للعطارين، اللحامين للحامين، القطانين بتوع القطن، الدباغة لصناعة الجلود وهلم جرى، والحصر لصناعة الحصر، وكما بفاس 100%. ولكن اختلف الزمن واختلف الوضع. هلا كان في أسواق اختصاص متخصصة، كل سوق متخصص بحرفة معينة أو بضائع معينة. للأسف الشديد بطل هذا الشيء، صار كله مخلوط مع بعض. تفضل. هذه شي كنيسة هذه. من هنا سوق اللحامين، احنا نروح يمين. سوق اللحامين هنا. ومن هون يا اخوان تبدا حاره النصارى. كل شيء من هنا وفوق حاره النصارى. حارة النصارى. كلها القديمة تتشابه. هذا القوس بيرجع للعهد الصليبي. العهد الصليبي هاي كانت منطقة مهمة جدا تحت الكنيسة المبنية، هاي بنوها ب 1900. تحتيها يوجد آثار ومخلفات من العصر الصليبي، بحيث انه هذا المكان على الأكثر كان زي معسكر للجيش الصليبي. طبعا هذا بسبب قربه من كنيسة القيامة. فما تبقى منه هو القوس هذا اللي بيرجع للعهد الصليبي، هاي القرن الثاني عشر للميلاد، وهاي البلد ب 1900 للوثريين ايضا. إنجيليا لوتيريا. فاتح؟ لا يوم يفتح لك، انت كان افتح لك النور. خليه يفتح لك هو عادي. وينه الموضوع؟ ايوه بالك يا زلمه. تصور عليه متخبي. افتيماس. حركني كده. ان شاء الله راح يفتح لنا مسجد عمر بن الخطاب مشان نزور.
يوم الجمعة ما يفتح مسجد عمر بن الخطاب لأنه الصلاة بتتم بالمسجد الأقصى. بس لحسن الحظ في عنا أخونا أبو عليان مع المفتاح بيفتح لنا المسجد ومنزوره وبنحكي قصته الله يخليك. ونقرأ العهدة العمرية. تفضل. وبعديها نرجع نزور كنيسة القيامة فمنزور اجا. خلينا نكمل على المسجد. هذه كنيسة القيامة رح نرجع لها بعد ما نزور مسجد عمر. هذا الطريق ديال مسجد عمر رضي الله عنه. القديسة هيلينا. من هون يا اخوان هذه كلها حاره النصارى. هذا المدخل ديال مسجد عمر بن من هون الخطاب الى رضي الله الحائط عنه. الغربي للمدينه القديمه. على السريع لانه بديش يجي حدا. طيب يلا مش راح نصلي احنا بس راح نزور المسجد. بدنا نصلي بالحرم. تحية المسجد. تحية المسجد إن شاء الله. لحوا إن شاء الله. أهلا وسهلا في الجميع. بسم الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم. هلا بفتح الكل. على مهلكم. أهلا وسهلا. هنا الأماكن ديال الوضوء، هذا خاصة بالرجال وهذا للنساء. هنا اللي باغي يجدد الوضوء. لا هنا غير زعما يمشي يجي شي واحد اخر. هذا ما أعطانا نصور نكتفي. جايين صافي. الفتح الإسلامي طبعا بدأ بزمن أبو بكر الصديق واستمر طبعا بعديه بعهد عمر وبقية الخلفاء الراشدين. في زمن عمر بن الخطاب جاءت الفتوحات الإسلامية طبعا إلى بلاد الشام ومن ثم جاءت إلى بيت المقدس، فقامت بحصار المدينة المقدسة وطلبوا تسليم مفاتيح المدينة اللي على أساس أنه يدخلوها بسلام أفضل من سفك الدماء وما إلى ذلك. فما كان من صفرونيوس بطريرك المدينة المقدسة إلا أن قال لن أسلم مفاتيح المدينة إلا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فبعثوا مرسال من القدس إلى المدينة المنورة يخبر أمير المؤمنين إنه هذا طلب بطريرك القدس. فقال طيب. فركب ناقة هو وكعب بن الأحبار. كعب بن الأحبار كان يهودي يمني ولكن اعتنق الإسلام وجاء مع سيدنا عمر كرفيق للدرب. فكان ما فيش عندهم إلا ناقة واحدة. تخيلوا فتوحات إسلامية وبلاد عم تفتح وكذا وشيء، ما فيش عنده لا حصان ولا ناقة ولا جمل، فيش إلا ناقة واحدة. فجاءوا من مكة من المدينة إلى فلسطين إلى القدس بناقة واحدة، ياخذوا أدوار، كل ما يتعب واحد يبدل ويطلع. فلما وصلوا المدينة المقدسة كان دور كعب بن الأحبار إنه يكون راكب الناقة. فدخلوا المدينة فكروا طبعا سيدنا عمر عليه السلام كان دائما متواضع جدا وثيابه رثة وما كانش عنده هذا كان في قمة التواضع والبساطة وما إلى ذلك. ففكروا إنه كعب بن الأحبار هو أمير المؤمنين. فجاء أعتقد عمرو بن العاص يوضع الجلبية على كتاف سيدنا عمر، فرفض سيدنا عمر
فعرفوه انه هذا امير المؤمنين، فاستغربوا النصارى. طبعا بطريرك القدس بتعرفوا لابس الاحمر والمزركش والعطور والذهب و فكر حاله بده يقابل، تعرف، بروتوكول كانه ملك وما الى ذلك، ولكن استغرب. فاصطحبوا لسيدنا عمر. وين بدهم ياخذوه؟ احسن مكان موجود في البلد كلها كان كنيسة القيامة، افخم مكان واحسن مكان واعرق مكان كنيسة القيامة. فزاروا كنيسة القيامة وما الى ذلك. فجاء وقت الصلاة، فسيدنا عمر قال له بدي اصلي. فقال له هذا بيت الله صلي فيه. فقال له، فأبى عمر وقال إن صليت فيه سيصلي من بعدي المسلمين في كنائسكم. فما صلاش في الكنيسة وخرج من الكنيسة أبعد كذا متر وصلى. في ذلك الوقت يا إخوان، أنتم شفتوا أبواب الكنيسة هون للجهة الجنوبية. الكنيسة الأصلية اللي بنتها الملكة هيلانا كانت أبوابها الرئيسية للجهة الشرقية من الشرق، أي تدخل للكنيسة من الجهة الشرقية. فطبعا من الواضح أنه سيدنا عمر صلى في الجهة الشرقية من الكنيسة. تم تغيير الأبواب للكنيسة في العهد الصليبي. تمت إعادة بناء كنيسة القيامة من 1099 حتى 1049، 50 سنة والصليبيين يقومون على إعادة بناء الكنيسة. فلما جاء المماليك بعد الأيوبيين، جاء المماليك أيوبيين أجوا دحروا الصليبيين برا وحرروا مدينة القدس، صلاح الدين الأيوبي، وحكم الأيوبيين بعد ذلك من 1187 ل 1260 تقريبا، لما ثار على الأيوبيين المماليك وأخذوا سدة الحكم وحكموا فلسطين وحكموا بلاد الشام ومصر وما إلى ذلك. فجاءوا وأرادوا إحياء هذه الذكرى لعمر بن الخطاب وصلاته أمام الكنيسة، فرأوا أن أبواب الكنيسة هون فقاموا ووضعوا الجامع. فهون كان في خطأ موقعي نقدر نقول. الهدف من بناء الجامع، جامع عمر، هو إعادة الذكرى صلاة سيدنا عمر أمام كنيسة القيامة، ولكن في ذلك الوقت في زمن سيدنا عمر كان أمام كنيسة القيامة في الجهة الشرقية. هون أقاموا الجامع في الجهة الجنوبية. ما علينا. سيدنا عمر رضي الله عنه بعد ذلك أصدر العهدة العمرية وسأل صفرونيوس عن وين ممكن يكون مكان الإسراء والمعراج، فدلوا أنه ممكن في المنطقة هذيك. فذهب إلى هناك وبلش يبحث. فأول مسجد تم بناؤه في العهد الإسلامي في المدينة المقدسة هو مكان المسجد القبلي. يا إخوان، أنا هذا الحكي كان لازم أحكي لكم إياه بالمسجد الأقصى، بس بحكي لكم إياه هلأ. فقام عمر وبنى أول مسجد اللي هو مكان المسجد القبلي حاليا، وكان مسجد بسيط كما المسجد النبوي في المدينة المنورة أول ما بنوه من خشب وما إلى ذلك، وكان أول مسجد يبنى في المدينة. الأهم شيء في الموضوع إنه قام سيدنا عمر بإصدار العهدة العمرية. هلا هون لما دخل المسلمين بيت المقدس ما فيش قتال، ما فيش نزاع، بيقولوا زيرو بلاد، صفر دم، ما فيش إراقة دماء، ما فيش سفك للدماء، ما فيش سلمية. واستلم مفاتيح المدينة وبدأ الحكم الإسلامي في 637 ميلادي بالمدينة المقدسة. العهدة العمرية يا إخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظوا هذا ما أعطى عبد الله، ما أعطى عبد الله. بعدين عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان. إيلياء لما هيدريان اللي حكينا عنه باب العمود بدأ المدينة سماها إيليا كابيتولينا. هو كان اسمه إليانوس هيدريانوس، فسماها إيليا كابيتولينا، أي عاصمة إيليا نفسه، عاصمته هو.
ويقال انه الاسم ايليا او ايليا او ايل، اسم ايل زي عزرائيل، جبرائيل، معناها الاله. الإله. هلا برضه ايليا تيجي من ايل، عاصمة الاله، فممكن التنين انه اليانوس، ممكن من ايليا. لما جاء المسلمين الى القدس كان اسمها ايليا، كانت ايليا كابيتولينا، فكانت ايلياء اسمها العربي مسمينها ايلياء من الامان. اعطاهم امانا لانفسهم واموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، انه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حييزها ولا من صلبهم ولا من شيء من اموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار احد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. هذا كان طلب من صفرونيوس بطريرك المدينة المقدسة إنه اليهود ما يسكنوش داخل المدينة. حكيت لكم بجبل الطور إنه اليهود كانوا يعملوا دورات دائرية للحج بدال، لأنه كانوا ممنوعين يدخلوا المدينة المقدسة. وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم. ومن كان بها من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصدوا حصادهم. قديش بدفع ايش بده يجي الحصاد؟ لانه عارفين فيش حدا معه قبل الحصاد، كله بيستنى الحصيده، كله بتداين طول السنه، بيستنى الحصيده يسد الديون، بعدين بيرجع بتداين من اول وجديد مشان ليستنى الحصيده الثانيه. هيك كان النظام. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان. عمر بن الخطاب. فهذه هي العهدة العمرية يا أخوان. إذا بنشوف هيك إنه الإسلام كإسلام ما كانش إنه جاي ينهب ويسلب ويقتل ويذبح هذه شهادة. بالعكس الصليبيين لما دخلوا بيت المقدس ذبحوا الجميع، مسلمين مسيحيين يهود أيا كان غير صليبي أوروبي يعني ذبحوا. ويقال إنه حرق الجثث استمر لأكثر من أسبوعين، فقتلوا الجميع من في البلد. وهذا كان النظام السائد، سواء روم أو أكثر ناس مجرمين بالتاريخ هم الأوروبيين على فكرة. طبعا منهم بيجي الأمريكان. سؤال، علاش هذه ما تترجمش للغة وتكون باش يقراوها ويعرفوها؟ هذه الوصية تترجم للغات أخرى. ممكن بالأيام بالزمن هذا ولا أسهل منها تكتب بعد. بسم الله. هذا هو المسجد عمر بن الخطاب. بسم الله. هذا المحراب. كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا. مسجد صغير ولكن مفيش الحجر.